السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. ورجعت لكم فيديو جديد ومفيد كالعادة. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على موضوع مهم جدا ومشكلة بتصادفنا خصوصا في الشتاء، وهو كسل السلاحف. ازاي اخلي السلحفة اعالج الكسل عندها، وكمان اخلي السلحفة نشيطة. ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس طبعا قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم، ونذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وزي ما حضراتكم شايفين كده سلاحفنا الجميلة، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يزيد وربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله، نشاط وحيوية وفتح شهية. وده ايه سببه يا طنط نانا؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه في الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا معظم السلاحف في موسم الشتاء في البلاد الشديد البرودة بيدخلوا في بيات شتوي، والبلاد اللي بتبقى البرودة فيها بسيطة شوية بيحصل لهم كسل وما بيبقاش عندهم نشاط خالص، بيبقى عندهم خمول وبيفضلوا نايمين ما بيتحركوش، وكمان بيمنعوا الأكل. والموضوع ده طبعا بيقلق معظم المربيين. فطبعا بتبتدي تجيلي أسئلة: السلحفة بعد ما كانت نشيطة يا طنط نانا وبتمشي وبتتحرك وبتاكل، ابتدت تنام كتير جدا وبطلت حركتها، قلت خالص وبطلت تاكل. معلش بقى اعذروني لو صوتي متغير شويه، لاني انا عندي برد، فبس حبيت اعمل لكم الفيديو ده لان بتجيلي اسئله كتير على الموضوع ده، فحبيت ان انا اعمله لكم. طبعا خصوصا ان احنا في موسم الشتاء، فمعظم السلاحف بتصادفها مشاكل كتير بقى، زي ما قلت لحضراتكم كده، كسل وقله نشاط، وكمان احيانا بيبقى برد وبعض الامراض وخمول وحاجات كده كتير. لان دايما احنا بننصح بشراء السلاحف في الصيف، لان الصيف بيبقى كله نشاط وحيوية، والسلاحف بتبقى لسه خارجة من موسم الشتاء وعلى موسم التزاوج، فبيبقى عندها نشاط وحيوية وحركة كتير جدا. اما في الشتاء كل اللي السلاحف بتعمله بتفضل نايمة. السلحفة بتتحرك، ونادر لو لقينا السلحفة بتاكل. فالموضوع ده قلت اما انا اتكلم معاكم فيه عشان نحله بمنتهى السهولة. اول حاجة طبعا السلاحف من البيت بتاعها، عشان طبعا بتبقى كسلانة ونايمة، وبنطلعها في مكان واسع، ودي اهم حاجة جدا احنا بنعملها، ان احنا نغير المكان للسلحفة، لان السلاحف عندها حب الاستكشاف، فبتحب تمشي. فطبيعي بعد ما تكون كسلانة ونايمة وما عندهاش نشاط خالص، اول ما نطلعها من البيت بتاعها ونحطها في مساحة واسعة، والسلاحف تحب المساحة الواسعة جدا، هتبتدي تنتشر وتمشي زي ما حضراتكم شايفين. هنا طبعا انا جبتهم عشان بياكلوا، فحط لهم الاكل كده وحطهم في الشمس، عشان طبعا كمان الشمس تاني حاجة. يبقى اول حاجة المساحة الواسعة بتدي نشاط للسلحفة، وبتخليها تبتدي تكتشف الاماكن وبتبتدي تمشي. والمشي طبعا هيحوش الكسل من عندها وهيديها نشاط. وتاني حاجة طبعا الشمس أساسي في الحياة على وجه الأرض، مفيدة جدا لأي كائن حي. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الشمس مصدر أساسي لتكوين فيتامين د، المسؤول طبعا عن تكوين العظام ومصدر للتدفئة والحرارة. وطبعا السلاحف كل جسمها عبارة عن صدفة، فمحتاجة جدا جدا فيتامين د. عشان كده أنا دايما بقول إن الشمس حياة السلحفة، بدون شمس السلاحف هتتعرض لأمراض كتير جدا جدا جدا. في الشتاء ممكن تتعرض لسيلان الأنف، ممكن إمساك، ممكن التهاب المفاصل. كتير بيقولوا لي هي سلحفة ليه ما بتمشيش؟ هشاشة العظام، تسمم دموي. كمان ساعات بيقولوا لي الجزء اللي رجليها ما بتمشيش عليها، بتزحف بيها او بتجرها. ده طبعا من قلة تعرضها للشمس ونقص فيتامين د في عند السلحفة. طبعا الشمس كمان زي ما بقول لحضراتكم كده اساسي في النشاط والحركة، وكمان التزاوج والهضم والتغذية. يعني الشمس اهم حاجة فعلا للسلاحف البرية والبرمائية كمان. طيب هي السلاحف بتحتاج الشمس في الشتاء اكتر ولا في الصيف اكتر يا طنط نانا؟
بصراحة اللي انا بلاحظه ان السلاحف بتحتاج الشمس في الشتاء اكتر. يعني انا عندي السلاحف بتاعتي في الصيف بتهرب من الشمس وبتروح تنام تحت المخبأ، اما في الشتاء وعملت لكم اكتر من فيديو لزقزوق وزقزوقة زمان، بيروحوا يحبوا الشمس جدا ويدوروا على المكان اللي فيه الشمس ويروحوا يقعدوا فيه. طب الفترة المناسبة للسلاحف في تواجدها في الشمس فترة قد ايه يا طنط نانا؟ سبق وقلت لحضراتكم ما ينفعش ان احنا نجبر السلحفة ان هي تتشمس غصب عنها، ما ينفعش خالص. السلحفة أدرى باحتياجات جسمها، احنا بنسيب جزء ضلة وجزء شمس، لازم يكون في جزء ضلة وجزء شمس. السلاحف أدرى باحتياجات جسمها. اوتوماتيك لو حاسة ان الصدفة بتاعتها وجسمها في برودة او حاسة بسقعة، هتروح على طول هتدور على المكان اللي فيه شمس. وحضراتكم لاحظوا كده في الشتاء هتلاقوا السلاحف بتدور على المكان اللي فيه الشمس وبتسيب الظل، بعكس الصيف. في الصيف بتدور على المكان الظل وبتسيب الشمس. يبقى الشمس اساسا في تربية السلاحف وخصوصا في الشتاء. طيب احنا لو ما عندناش شمس يا طنط نانا، بصراحة بنضطر نجيب لمبة يو في بي اللي هي بديلة الشمس، بس طبعا ما بتبقاش اكيد طبعا زي الشمس بتاعت ربنا، وكمان هي غالية شوية. فانا بنصح بالشمس ثم الشمس ثم الشمس. نشوف المكان اللي فيه شمس ونروح زي ما قلت لحضراتكم كده يكون جزء ظل وجزء شمس. وكمان لو ما عنديش شمس يا ريت ما ربيش. طيب بالنسبه لللمبه السيراميك يا طنط نانا، كتير بيقولوا لي احنا ما معناش امكانيات ماديه ان احنا نشتري لمبه سيراميك وكده. طب الحل ايه وايه البديل؟ في كتير بيقولوا لي ممكن لو جو برد قوي يعني ممكن نستخدم اللمبة اللي هي العادية الصفرة العادية دي. احنا طبعا بنستخدمها للشهور وللكتاكيت والحاجات دي، بتبقى مصدر تدفئة هايل. بس الفرق بين الطيور والسلاحف ان السلاحف ما بتحبش الإضاءة، بتحب دايما الضلمة. فاللمبة السيراميك معتمة، بتطلع حرارة بس ما بتطلعش إضاءة، فبتدي السلحفة راحة نفسية أكتر ونوم أعمق. أما اللمبة الصفراء العادية بتطلع ضوء عالي والسلاحف ما بتحبش الضوء. فإحنا يعني أنا بحب أسهل عليكم الأمور، إحنا ممكن نستخدمها عادي لمدة ساعة أو ساعتين لو الجو برد قوي وحسينا ان الصدفة ساقعة جدا والسلحفة خلاص يعني هتدخل في بقيت شتوي أو كده. ممكن نشغلها لمدة ساعتين وبعدين نفصلها، هتكون دفت المكان والسلحفة هتكون ابتدت يعني تحس ايه بالدفء وكده. اما لو الجو عادي انا عن نفسي بكتفي ان انا احافظ على السلاحف من البرد، يعني امنع عنهم البرد خالص او اي تيار هواء، يا اما بدخلهم عندي في الشقه مكان في البلكونه. دلوقتي لو هم فوق السطوح انا بغطي البيت بتاعهم، لازم ساعه اذان المغرب بغطي البيت بتاعهم ببطانيه على اساس احميهم. ولو في مشمع بحط مشمع، وكنت صورت لكم فيديو قبل كده عشان طبعا المطر. فده ضروري جدا عشان طبعا المطر ما يجيش عليهم وكمان تيار هواء ما يجيش عليهم. انا لازم احافظ على السلاحف بتاعتي لان دي روح وهنتسأل عليها، وقدام انا جبتها وقررت ان انا اربيها يبقى لازم ان انا احافظ عليها. طبعا هم طول ما السلاحف واقفين كده بياكلوا، اول ما بيخلصوا اكل اوتوماتيك بيسيبوا الاكل وبيبتدوا ينتشروا بقى بيبتدوا بقى يتمشوا ويروحوا وييجوا ويتحركوا. وزي ما قلت لحضراتكم السلاحف بتحب الاماكن الواسعه، ودي اكتر حاجه تقدر تعالج الكسل وقله النشاط عند السلحفاه، ان احنا نعرضها للشمس ونحطها في مكان واسع، ننوع لها في الاكل. وان شاء الله هنضمن صحه سليمه وسلاحف بسم الله ما شاء الله ربنا يخلي وربنا يبارك كويسه جدا وصحتها كويسه. طبعا السلاحف متطلباتها بسيطة جدا، لو زي ما قلت لحضراتكم كده وفرنا لهم شمس ومكان واسع، صدقوني هنقضي على موضوع الكسل والخمول. والسلحفة هتكون بسم الله ما شاء الله عندها نشاط. شايفين الذكر ده؟ الذكر اللي رقبته مكسورة الحمد لله لسه فيه الروح ولسه بيتحرك ولسه بيمشي. ربنا يبارك فيه ويتم شفاعه على خير، يا ريت كلنا ندعيله ربنا يشفيه ويتم شفاه على خير يا رب. هو محتاج معجزة من عند رب العالمين. انا بعمل اللي عليا
والباقي عند رب العالمين. المهم الفيديو بتاعنا كده يكون خلص، يا رب الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش الكومنت، وكمان صلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، وما تنسوش اللايك. واذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. بحبكم في الله. السلام عليكم.